All right. So welcome everybody. This is the second live video we do on this page. أنا عمر زي ما اتفقنا وأكيد انتوا عارفين يعني. تمام. أنا بس مستني حد يجي لايف عشان خاطر يأكد لنا إن الصوت تمام يعني وكل حاجة كويسة. بس مبدئيا كده أنا حابب أعتذر إن أنا اتأخرت. يعني أنا وعدتكم إن أنا أبقى موجود معاكم الساعة 8، دلوقتي الساعة 8:21 دقيقة. أنا بس بصراحة كنت جعان، فنزلت بقى على عربية الكبدة والسجق. كان نفسي بصراحة أكل أكل معفن أوي. فأنا آسف لو حصل مثلا مني زغوطة حاجة من الحاجات دي، معلش أنا آسف يعني. تمام. فيعني I hope إن انتوا you understand أو تقدروا حاجة زي دي يعني. تمام. طيب في حد جه اهو شايفنا أونلاين. ممكن تقول لنا لو الصوت تمام ولا حاجة؟ أوكي، بقوا 2. جميل، يلا بينا. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. مين معانا يا شباب؟ طيب مس سلمى، مس سلمى، ازيك يا مس سلمى؟ طيب بقينا 5 الحمد لله. حد يقول لنا كده الصوت تمام يا جماعة قبل ما نبدأ ولا ايه؟ مستر فوزي جه عمل لنا لايك. ويلكم مستر فوزي. وعبد الرحمن كمان موجود. جميل. طيب زي الفل. طيب يلا بينا نبدأ. ممكن بس حد يكتب لي كومنت يقول لي ان الصوت تمام. انا بس بنورك والله يا مس سلمى، ربنا يخليكي، انت اللي منوره الدنيا. باي ذا واي يا جماعه، مس سلمى she's my partner at Gateway Universe, and she's one of the best teachers I've ever known in my life. Well, one of the best persons برضو I've ever known in my life. So welcome Selma, and it's my own, and والله it's my pleasure to have you aboard. طيب الصوت عنب ماشي. شكرا يا صبيح. هات لنا 2 كيلو معاك بقى. طنطرررن. طيب نخش بقى على اول كويشن. كان في عبد الرحمن قال ازاي ان انا اقرا كلمه من اول مره صح. يعني انا مثلا دلوقتي بقرا حاجه معينه، بقرا كتاب او مقال او whatever، وعايز انطقها بشكل سليم من اول مره. خليني بس اقول لك على حاجه. في ناس بقى تقول لك في رولز للموضوع ده، واللي هو لو الاي والاي جم ورا بعض انت تنطقهم بشكل معين، بس في نفس الوقت تلاقي كلمات تانية ما بتنطقش بشكل معين. يعني على سبيل المثال عندك يقول لك ان الاي والاي لما بيجوا جنب بعض بتستريتش الساوند بتاعهم زي سي اللي هو بحر سي. تمام. بس عندك كلمه زي كلمه بريد اللي هو عيش، ما بي ار اي اي دي، بس انت ما بتنطقهاش بريد، لا هي بريد. طب ليه؟ طب فين الرول اللي كنا بنتكلم عليها من شويه؟ فبص الموضوع من الاخر كده، عشان خاطر تنطق كلمه من اول مره صح ما تحفظهاش زي ما انت شايفها، لا احفظها زي ما انت سمعتها. يعني خد الكلمه يا عبد الرحمن زي ما هي كده، حطها في ديكشنري واسمعها الاول قبل ما تنطقها، واحفظها على حسب ما انت ما سمعت بالظبط. تمام. غير كده انا لو قلت لك في رولز، هو طبعا في رولز، بس هتلاقي بقى رولز يقول لك ايه، الرول دي هتمشي تمام بس 30% بقى هتختلف. يعني دي بقى شواذ القاعده. طب ما طالما ليها شواذ ما تبقاش قاعده بقى وما تجننوناش. تمام. فمعلش هنعمل ايه. جميل. ده بالنسبه لعبد الرحمن. سؤال من سوزانا. كان عندها سؤال ان هي عايزه تنزل افلام ومعاها انجلش سبتايتل، يعني الفيلم ينزل ومعاه الانجلش سبتايتل على طول. بصي هو انا لغايه دلوقتي ما قابلتش حاجه زي دي، بس اللي انا ممكن افيدك بيه ان انا اديك ويب سايت. يعني you can watch the movies online with English subtitles. يعني انت تشوفي، يعني to watch them online، انت تشوفيهم اونلاين، مش تعملي داونلود وتتفرجي على الفيلم على الكمبيوتر او على الموبايل. لا. اوكي. احمد ناصر بيقول حبيبي يا برو ليه يا احمد؟ برو ليه يا احمد؟ انا مش برو على فكره. وانا برو في حاجه تاني، بس انا مش انا برو، انا يور برو بي يا باشمهندس، والله منورني يا كبير. تمام. فبالنسبه لسوزانا انا ممكن يعني بعد ما الفيديو يخلص احط لك في كومنت لينك يعني to watch the movies online with English subtitles، مش تعملوا لهم داونلود. هيام كانت بتقول يعني مستر عمر اختار اي موضوع عايز تتكلم فيه واحنا معاك. اوكي، ربنا يخليك يا هيام. هنخش في النقطه دي في الاخر. ميدو رونالدو كان عنده question
ان هو حلو قوي في الانبوت بس ضعيف شويه في الاوتبوت. يعني قصده ايه؟ يعني قصده ان انا بتعلم مثلا، عايز ابقى سبيكر كويس، عايز انمي حته السبيكنج عندي، فبلسن كتير. فوصلت ان انا لمرحله ان انا بلسن حلو قوي، بفهم مثلا 90% لو اي حد يتكلم معايا، بس لما باجي سبيك بلاقي مشكله. فده قصده من الانبوت والاوتبوت. طيب خليني اقول لك، بص انا هقول لك بس على حاجه، انت تمبروف الليسننج مفيش اسهل منها. ان انت تمبروف السبيكنج، هي دي المشكله. عشان خاطر السيرفيس بروفايدر للانجلش دلوقتي بقوا كتير قوي، والكورسز بقت اكتر. تمام. عشان خاطر هما بيوفروا النقطه دي، بيوفروا لك نقطه السبيكنج. فانت عشان خاطر تظبط وتخلي الاوتبوت زي الانبوت، ما انت لازم تقعد نفس المده. يعني انت لو قعدت سنتين تسمع، هتقعد قدامهم سنتين بتتكلم. لو قعدت سنتين بتتكلم اكتر، فالسمع والكلام هيقعدوا ماشيين جنب بعض، هكذا جنب بعض جنب بعض. فانت في اول فتره طبيعي جدا زي الطفل. الطفل بيبدا يتكلم بعد سنتين، يقول بابا وماما، ده اخره، مع انه قاعد ساعتين بيسمع. بس بعد كده بيبدا ليه؟ لان هو بيكيب براكتسنج، كيب براكتسنج، كيب براكتسنج، كيب براكتسنج. جمال. جمال ايه؟ مين جمال؟ جميل. معلش، الكبده والسجق عاملين شغل. تمام. آه، فانت عشان خاطر يا ميدو تظبط الاوتبوت بتاعك، او ان انت تبقى تسبيك كويس قوي، محتاج ان انت تسبيك كتير 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 as much as possible. يعني انا عايز اقول لك كل يوم مثلا ما يقلش عن ساعه او ساعتين، عشان خاطر توصل مرحله الاوتبوت اللي انت بتدور عليها. مصطفى كان بيقول ان هو عنده مشكله، ما بيعرفش ازاي، او عنده مشكله في استخدام، ان هو لو عايز يحط حاجه في الباست، عايز يتكلم عن الماضي. بص خليني اقول لك اللي انا بعمله. انا في الكونفرزيشن بتاعتي مع اي حد، حتى الناس تقول لك الكلام ده، مش سلمى تشهد على الكلام ده، مش بستخدم حاجات صعبه. يعني ايه؟ بحاول ابعد شويه عن الباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت. خلينا في السيمبل. ماله السيمبل باست؟ ماله؟ هم سموه سيمبل عشان سيمبل، فخليها في السمبلسيتي. تمام. الفكره في السنبله اللي هي السمبلسيتي. فخلينا السيمبل. ازاي؟ انت يا عم مصطفى بتلعب كوره دلوقتي؟ لا، انت ما بتلعبش كوره دلوقتي. طب لعبت امبارح؟ يبقى I played football yesterday. خلص الموضوع. انت اي بالنسبه لك verb عايز to put it in the past، just put an ed to it، حط له ed في الاخر. طبعا في شويه يعني exceptions للحاله دي، زي كلمه say. الباست بتاعها said، فشكل الفيرب بيتغير. say say، الفيرب الباست بتاعها بيبقى said said. تمام. بس majorly يعني عامه حط للفيرب ed في الاخر، وحتى كبرونسيشن بس at least put it in the past. تمام. الموضوع مش صعب. just keep practicing this point. عايز بقى تنمي النقطه دي مع نفسك. حاول تكتب كده في البيت حاجه زي paragraph او presentation بايدك، و put it all in the past. يعني انا امبارح كنت قاعد مع اصحابي، انا امبارح اتكلمت في التليفون، انا عملت كذا امبارح، انا عملت كذا last week، انا عملت كذا last month. النقطه دي لما تقعد تعملها كتير هتimprove السكيل بتاعت using the past. تمام. طيب احمد صبيح بيقول ما تشرح انجليزي زي ما كنت بتعمل في الكورس. مش هرد عليك يا صبيح. تمام، عشان كده. طيب سيد او سعيد محمد، يعني انا بصراحه مش متاكد من البرونسيشن بتاع اسمك بالظبط، بس غالبا هو هيبقى سعيد. سعيد بيقول ان احنا عايزين نعمل بلان اونلاين، ان انت مثلا يبقى في كذا كلمه بنتكلم فيها، وكل فتره معينه نعمل انجلش كلاب اونلاين، ان احنا نقعد نتكلم فيها، او whatever كان الامبلمنتيشن بتاعها. خلاص يا سعيد، يعني خليني احاول ان انا اعمل حاجه زي دي. بس ما اقدرش اوعدك بصراحه، بس اللي انا بحاول اعمله، او اللي انا وعدتكم بيه بصراحه، ولغايه دلوقتي بوفي بوعدي، يعني بوفي بوعدي. موضوع الفيديوز وان شاء الله كل يوم بيبقى فيه حاجه يعني مفيده. فالحمد لله احنا لغايه دلوقتي مستمرين على الموضوع. عايز اقول لكم ان الكبده والسجق عاملين شغل عالي 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 قوي يعني. تمام. طيب، عايز اتكلم برضو في نقطه كان حد كلمني فيها، كلمه water. water. water يا جماعه هي مش water للأسف. يعني هو عندك بريتش أكتر، يعني the most commonly used two accents، البريتش والأمريكان. فالبريتش تلاقيه يقول لك عليها water، والأمريكان يقول لك
water water. طب حرف التي هنا هو اللي سبب المشكلة، هو اللي اتغير، عشان كده الكلمة اللي بنسمعها مثلا حد بيقولها ممكن ما نفهمهاش من أول مرة. تمام. فهي ليه جت water؟ water انت بيقول لك ان في الامريكان اكسنت لما بيجي لك التي ما بين two sounds مش letters، ركز في الكلام. two sounds of vowels بيتغير التي تبقى ما بين الره العربي والدي الانجليش. تمام. الساوند يبقى دا 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 دا. ده بيبقى الساوند بتاعها. فجرب كده معايا كلمة water بقت water. water water. فلما بتحطهم في بعض بتبقى water water. صدقوا صوابعي شكلها حلو والدبلة عاملة شغل. اه والله. طيب تاني water water. بس حاول بقى ان انت ما تقولهاش water، لان هي مش دي صريحة، يعني التي لما بتتغير تبقى دي خفيفة، مش تقيلة. ما تقولهاش تقولها water، حاول تقولها water water water. برضو make sure ان R sound بيطلع منك ما يطلعش منك زي العربي لان انت لو قلتها والت التي متأسف بقت فهتبقى water which is also a mistake. let's keep it at water. طيب سعيد بيقول عايز اقرا اي كلمة من غير ما احفظ نطقها. معلش مش فاهم السؤال يا سعيد، يعني ايه عايز تقرا اي كلمة من غير ما تحفظ نطقها؟ فهمتك. يعني ازاي، ايه المبادئ او ايه الاساسيات اللي عن طريقها ان انت تنطق اي حاجة حتى لو كلمة مش عارفها تنطقها صح. كنا لسه بنتكلم في النقطة دي في البداية خالص، وهي نقطة عبد الرحمن. كان بيقول ازاي برضو اقرا كلمة من اول مرة واقراها صح. للاسف مفيش حاجة زي دي اقدر اكدها لك. يعني انا ممكن اديك رولز بس كل رول ليها هتلاقي لها مثلا بتاعت 30% ولا 20% exceptions، حاجات كده استثنائيه اللي هو بيسموها شواذ القاعده. فهتيجي قدام تقول ده عمر ضحك عليا، ده عمر كذب عليا. لكن هو للاسف هم حاطينها. بس خليني اقول لك يعني هو للاسف مفيش يعني ما اقدرش ارشح لك حاجه زي دي. فانت اي كلمه تقابلها حاول تحطها في الديكشنري الاول وتسمعها اولا قبل ما تحفظها عشان خاطر ما تحفظهاش غلط. لان من ضمن المشاكل اللي سببها موضوع التعليم في البلد ان هو احنا بنتعلم الحاجة غلط وبنكبر عليها، فلما بنلاقي الصح بنقابل بقى مشكلة في التصحيح، لان دايما التصحيح بيبقى اصعب من التعلم ذات نفسه. تمام. فانا متخيل مثلا معايا ان انا متربي على 20 سنة بسمع وبقول ديكشنري. لما يجي واحد زي عمر يقول لك لا هي ما اسمهاش ديكشنري اسمها ديكشنري، فانت اكيد هتشكك في عمر الاول لان انت بقالك 20 سنه بتسمعها كده، بقالك 20 سنه بتقولها كده. فلا هي ديكشنري. تمام. فانت بس خد الكلمه الاول حطها في ديكشنري، اسمعها حطها في دماغك خلاص وقولها زي ما انت سمعتها في الديكشنري بالظبط. تمام. وعايز اقول لكم ربنا يخليك يا هيام، شكرا. عايز اقول لكم بقى ان بصوا الافلام والله بجد هي اكتر حاجه ممكن تعلمك اي حاجه ليها علاقه باللغه. لان انت بتاخد الكلام من بق الناس وهم بيتكلموه قدامك. يعني عندنا في جيت واي يونيفرس احنا في البري ادفانسد ليفلز بناخد الكلمات بتاعت التوبيك من حاجه بيشوفوها وهم قاعدين، امريكانز بيستخدموها قدامهم. تمام. فانت لما تاخد الكلام ده احسن ما تاخده مثلا من مقال او من كتاب قديم انت مش ضامن اذا كان الكلام ده لسه بيستخدموه ولا لا. تمام. فانت لا انت اتفرج على افلام وخد منها الكلمات، خد منها الجرامر، وحاول تقلد الاكسنت بتاعتهم بالظبط. هو ده افضل حاجه. طيب سعيد بيقول في حروف كده غريبه بتبقى في القواميس عباره عن ازاي تنطق الحرف. فعلا الحروف اللي انا ذات نفسي ما بفهمهاش بصراحه. يعني انا تيتشر اهو جاي لك من المستقبل وبقول لك فكك من الحاجات دي. تمام. انت اسمعها وخلاص. تمام. والله يا ابني انا ذات نفسي مش فاهمها يا سعيد. فانت سيبك بس من الحاجات دي، وانت يتعود على ودنك وبقك. سيبك من عينك خالص، ودنك وبقك هو ده اللي انت محتاجه. تمام. يا ريت يا جماعه لو حد عنده اي questions يبعت لنا على طول و I'll be more than happy to answer. طيب محمد الشاطر بيقول
the pronunciation of the word student in the British قصدي يعني هو محمد عايز يعرف نطق كلمة student في البريتش accent. بص يا محمد، عشان اكون صريح معاك، انا more specialized في الامريكان accent. اديني اي كلمة وهقول لك الامريكان pronunciation بتاعها ايه. بس البريتش pronunciation يعني you can get it yourself على فكرة عن طريق dictionary اسمه thefreedictionary.com. again thefreedictionary.com. مجرد ما تحط اي word هتلاقي علمين ظهروا لك، علم امريكا وعلم بريطانيا. لو دوست علم بريطانيا هتسمع الاكسنت بتاعت بريطانيا، ودوست العلم الامريكي هتسمع الاكسنت بتاعت امريكا. تمام؟ فحاول ان انت تتعود عليه. ليه بتتقال student؟ again محمد انا اسف، انا بس مش عايز افتي واقول لك اصل دي بتتنطق كذا ودي بتتنطق كذا، فاهم؟ لا خليني بعيد عن النقطه دي. فللاسف انا مش سبيشاليزد اكتر في البريتش، انا سبيشاليزد اكتر في الامريكان اكسنت. سعيد، طب ما فيش اي حاجه جديده تساعد بيها الناس المغتربين؟ طيب سعيد، والله اللي انا بقدر اعمل عليه ان انا بنزل لك فيديوز وحاول ان انت تمشي معاها، ولو يعني لو في ايدي اي حاجه اساعدك بيها صدقني هتلاقي الحاجه اوتوماتيكلي نزلت على البيج. منا اشرف، مينا، انا اسف جدا مينا، انا اسف. الكبده والسجق عاملين شغل. الانجليزي البريطاني ارخم من الامريكي، ازاي نتعلمه ونفهمه بسهوله؟ بص انا برضو بتخنق من البريتش انجلش بصراحه، ما بحبش اتكلمه ولا احب حتى اسمعه. تمام؟ فانا عشان كده سبيشاليزد اكتر في الامريكان اكسنت. عايز بقى ازاي تفهمه بسهوله وتتعلمه؟ اتفرج على افلام واسمع اغاني بريتش. يعني عندك في اكتر، في ممثل اسمه دانيال كريج، اللي هو عمل ذا كوانتم اوف سولارس، اللي بيعمل جيمس بوند بقاله مثلا بتاع 10 سنين ولا حاجه. تمام؟ هو ده بريتش. حاول تتفرج على كل افلامه وانت مع الوقت هتلاقي نفسك بتفهم اوتوماتيكلي. يو مور ذان ويلكم محمد الشاطر. um, سعيد انا برضو بحبك في الله. هشام عبد الفتاح، انت باشا بصراحه، ربنا ما انا عارف ان انا باشا. ربنا يخليك يا عم. ربنا يخليك يا اتش. ثانك يو والله. فنقطة بقى البريتش والامريكان يا جماعة، يعني خلينا نقول البريتش ممكن نحط 100 خط تحت كلمة ممكن دي، ممكن يكون اسهل شوية من الامريكان. بس هي عملية ميول. يعني انت شوف انت ميال اكتر لانهي اكسنت وتعلمها. تتعلمها ازاي؟ ان انت تتفرج على افلام وتسمع اغاني بالاكسنت دي مش بالاكسنت التانية. وانت لو لسه في مرحله البيجنرز او فيما بعدها اللي هي قبل المتوسط، حاول شويه ان انت تتفرج على اكسنت واحده وتسمع اكسنت واحده عشان خاطر يعني ما تجيت not to get confused between an accent and another. احيانا كنت بلاقي ناس عندها تقول كلمه بريتش والكلمه اللي بعدها في نفس السنتنس البرونسيشن بتاعها امريكان، فبلاش الميكست اكسنت دي عشان تبقى more understandable بالنسبه للنيتيفز ان هم يفهموك اسهل. هشام عبد الفتاح، طب انت بتدي كورسات ولا ايه الكلام؟ اتش انا بدي كورسات في جيت واي يونيفرس. لو عايز معلومات اكتر عنها يا ريت تبعت لي مسج على الفيسبوك البيج، وانا I'll be more than happy to tell you everything. باشمهندس احمد نصار بيقول speak like a prof. thank you باشمهندس احمد، ربنا يخليك يا حبيبي. مينا بيقول هو كنطق تحسه لذيذ كده انما بيخطفوا نص الحروف. والله يا حبيبي كلهم بيخطفوا الحروف كلها، يعني احنا برضو في مصر بنخطف الحروف، بنخطف حروف كتير قوي. عايز اديك مثال على موضوع خطف الحروف ده بالنسبه للايجيبشن اكسنت. لما اجي مثلا اقول لك ايه، مفيش حاجه جايه في دماغي دلوقتي. بس احنا برضو احنا بنتكلم عربي بالاكسنت المصري، احنا بنخطف كلام كتير قوي. يعني في ساوندز، في حروف برضو بنوقعها كتير. فده طبيعي، يعني ده التطور الطبيعي لاي اكسنت. التطور الطبيعي لاي لغه انها برضو في حاجات تتخطف منها، في حاجات تتقاد عليها. زي كلمه سيلفي، من 100 سنه ما كانش، من 10 سنين ما كانش في حاجه اسمها سيلفي. تمام؟ لا ده خلاص بقى بعد ابتدت تتعمم بقى بينزلوها خلاص في الديكشنريز، بقت طبيعيه. ليه؟ لان ده برضو التطور الطبيعي. فكل حاجه ليها تطور. تمام؟ فاحنا كده جاوبنا كل الاسئله. آم، لو على خطف الحروف يبقى الانجليزي الهندي يكسب ويكسب بجداره. طيب هيام بتقول not ذا. طيب اللي هي تي اتش اي. بصي هي احيانا بتبقى ذا
واحيانا بتبقى ذي. طب depending على ايه؟ على الكلمة اللي بعدها بتبتدي بايه. لو بتبتدي بفاول اللي هو حروف متحركة، مش عارف ليه بيسموها حروف متحركة، بس اللي هي بتبتدي بحروف متحركة زي ال I E O U and A بتتنطق ذي. لو الكلمة اللي بعدها بتبتدي بأي حاجة تانية غير الفاولز دول تتنطق ذا as it is. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مينا. فبالنسبة لنقطة ذا وذي، بس عايز أكد عليكي نقطة بس، إن لما أقول فاول أنا قصدي الساوند بتاع الفاول. كل فاول بيبقى ليه نطق معين، زي مثلا الساوند أصلا بتاع اليو that's the sound of the U. أديكي مثال، عندنا كلمة مثلا umbrella اللي احنا كنا بناخدها واحنا صغيرين يعني عادي جدا umbrella، تمام؟ ما ينفعش اقول the umbrella، لا the umbrella. ليه؟ لان الساوند بتاع اليو هنا كان اللي هو اصلا الساوند الفاول بتاعها. عندي كلمة زي union اللي هو الوحدة، تمام؟ ما ينفعش اقول the union، لا، لان union هنا اليو هنا الساوند بتاعها مش فاول، فبقولها the union عادي جدا، تمام؟ فانا عارف ان هي ممكن تكون بتلخبطك شويه، بس انت مع البراكتسين ومع مع السمع كتير هتتعودي عليها. فتاني، لو هننطقها ذا، لو اسف، لو هننطقها ذي لو الكلمه اللي بعدها بتبدا بحرف فاول، هننطقها ذا لو الكلمه اللي بعدها بتبدا باي حرف تاني ساكن زي الام البي الاس، الحاجات دي كلها، تمام؟ صح. مينا كان بيقول السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته اللي هي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهو بيدي مثال على ان ازاي المصري بيخطف الحروف. سقفه لمينا. مينا اشرف جاب لنا مثال اللي انا ذات نفسي ما عرفتش اجيبه. جود جاب يا مان، جود جاب. الانجليزي الهندي تقريبا هم ما بينطقوش غير الدي والار بس، والله يا حبيبي هم بينطقوا كل حاجه بطريقتهم. يو مور ذان ويلكم هيام، تحت امرك. هم بينطقوا كل حاجه بطريقتهم، مش بطريقتنا ولا طريقه الامريكانز، تمام؟ بس عايز اقول لكم حاجه مفاجاه، ان الامريكان ممكن يفهم الانديان اكسنت وما يفهمش الايجيبشن اكسنت. تصدقوا بقى دي؟ يفهم الانديان اكسنت وما يفهمش الايجيبشن اكسنت. ليه؟ خليني بس اقول لكم حاجه بسيطه. الامريكانز يعتبر الى حد ما مجتمع مغلق. ما تتفاجئش من الكلمه دي، يعتبر مجتمع مغلق. ازاي؟ خليني بس اوضح لك النقطه دي. انا كمصري عايز اتفرج على فيلم اكشن، اكيد مش هروح اتفرج على احمد السقا مع كل احترامي للراجل، تمام؟ لا، انا هقوم رايح متفرج بقى على فين ديزل بقى، دوين جونسون، اي حد من الناس الجامده دي. هم لو عايزين يتفرجوا على فيلم اكشن اكيد مش هيروحوا يتفرجوا على احمد السقا ما ربنا برضه عرفوه بالعقل، تمام؟ فهو هيتفرج منه لذاته. فهو لما بيتفرج على فيلم هو بيتفرج على نفس اللغه، نفس الاكسنت، نفس البلد اللي هو من جواها. طب ليه بقى بيفهم الانديان مش المصري؟ هقول لك ليه. لان تقريبا 80% من الكاستمر سيرفيس للشركات الامريكيه اللي موجوده جوه امريكا، الكاستمر سيرفيس بتاعتها موجوده في انديا. فبالتالي انت لو في امريكا والموبايل بتاعك حصل فيه عطل، واتصلت بشركه سوني مثلا، لو الموبايل بتاعك سوني وفيه حصل فيه عطل، واتصلت بالتكنيكال سبورت بتاع سوني جوه امريكا، هيقوم محولك المكالمه على حد في الهند، لان طبعا عماله ارخص وبتاع. فهم اتعودوا على الانديان اكسنت، وبقت طبيعي جدا ان هو يرفع التليفون يكلم تكنيكال سبورت يلاقي حد انديان بيرد عليه. بس عمره ما سمع حد ايجيبشن بيرد عليه بايجيبشن اكسنت، فجديده بالنسبه له عليه، جديده خالص. فعشان كده بيفهموا الانديان اكسنت better than the Egyptian accent. Egyptian accent قصدي اللي هو I want to be super good in the future because I want to be the best in the او الحاجات دي، فاهم؟ دي الايجيبشن اكسنت، تمام؟ طيب اتش بيقول لا انا مش معاك في ده، انا عشت هناك سنه، صعب جدا والله حبيبي. بالنسبه لك بص، بالنسبه لنا احنا، انا ذات نفسي كان عندي مشكله ان انا افهم انديانز، تمام؟ بس عشان عشت في كول سنترز بقى لازم نعدي طبعا كلنا على المرحله دي. عشت في كول سنترز وبتاع، فابتديت ان انا افهمهم شويه، تمام؟ او هي في النهايه برضو وجهه نظر، يعني في ناس انت تفهمها، في ناس انا ما افهمهاش، فكده يعني. جميل. مالك عبد الكريم، ممتاز جدا، وافق جدا، تمام. فها يا شباب، حد عنده اي كويشن تاني قبل ما نقفل؟ انا بصراحه لازم اروح اضرب فوار، لان الكبده والسجق عاملين شغل، عاملين شغل 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 جدا، تمام؟ بس اللي مطمني ان الساندوتش الواحد كان ب 6 جنيه،
فان معنى ان الساندوتش الواحد ب 6 جنيه، فمعنى كده ان انت تاكل حاجه نظيفه، يعني كلب بيتبول مثلا مش بلدي، قطه شرازي مش بتاعت الشارع. فالحمد لله يعني، ربنا يستر ربنا يستر. تمام. ف I would really like to thank you so much guys for watching me again. This is the second live video we do on this page. ولو حد عنده أي questions whenever you want, just send it as a message to the page and I'll be more than happy to answer you. تمام. ف thank you so much guys again. وتاني سعيد هحاول ان انا احط بلان اساعدك بيها اونلاين، وسوزانا هحط لك لينك ويب سايت ازاي عن طريقه تقدري تخشي اونلاين وتتفرجي على الامريكان موفيز with English subtitle اونلاين مش داونلود. ويبقى كده احنا خلصنا كل الكويشنز بتاعت الشباب النهارده. ان شاء الله استنوا لايف فيديوز اكتر، استنوا بوست فيديوز عاديه تنزل على البيج بتاعتنا عادي. ما تقلقش يا اتش، ان شاء الله هنكتر اللايف شويه في الفتره اللي جايه. ويا ريت بقى يا جماعه الشيرز واللايكس بقى والحاجات دي، يعني الحاجات دي فاهم، يا ريت بقى نزود الكلام ده. يعني خليكوا كده حسوا باخوكوا. تمام. عشان قبل ما الكبده والسجق يعملوا عمار بيد الله محدش عارف، فالناس تلاقي حاجه تفتكرنا بيها. تمام. فشيرز ولايكس بقى ها. But thank you again guys, everybody. Thank you everybody. Thank you so much for watching and listening, and I hope you got the benefits, and thank you so much again, and see you guys next live video. Bye bye. بتاع ده بيقفل منين بقى؟ ايوه